لتكون فضاء معرفيا لتقديم أفكار وتأملات في المسار المغربي من المؤسسات والسياسة العامة والعمومية والإنجازات والنجاحات، حيث سنستمع إلى مجموعة من المداخلات الغنية التي ستسلط الضوء على أبعاد هذا الحدث الوطني، سواء من الزاوية التاريخية أو السياسية أو التنموية. اسمحوا لي في هذا الإطار أن أوجه وأقدم أمامكم المتدخلين في هذه الندوة الذين نبذوا الطلب للمشاركة فيها وبدون تردد، والذين سيكونون اللقاء بأفكارهم وتحليلاتهم. الأستاذ نور الدين الحداد مؤرخ وأستاذ بمعهد الدراسات الإفريقية، له العديد من المؤلفات والمساهمات سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وذلك في مجال التاريخ بالمغرب وقضية الصحراء المغربية، وسيتناول في مداخلته تقديما للمسار التاريخي للدولة المغربية، ويقف على الحاضر الذي يشهد على عبقرية جلالة الملك محمد السادس في بناء المؤسسات للدولة وجعلها قوة إقليمية في محيطها المغاربي والإفريقي والمتوسطي والدولي. إلى جانب الأستاذ المتدخل الثاني الأستاذ الدكتور عبد الرحيم المراد السكيني، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، باحث في مجال السياسة العمومية سواء الوطنية أو الدولية، وسيتناول بالتحديد أبعاد المبادرة الملكية الأطلسية الإفريقية وولوج دول الساحل. هذه المبادرة الضخمة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. المداخلة الثالثة ستكون من نصيبي، وسأتكلم عن مسار الجهوية المتقدمة التي انطلقت الحقيقة منذ الخطاب الأول لصاحب الجلالة سنة 2008، ثم بطبيعة الحال هناك خطط ثانية تشمل مرحلة جديدة من تطور اللامركزية والجهوية في بلادنا، وسأقوم بطبيعة الحال بتحديد المسار التاريخي ثم بطبيعة الحال مكونات أو مرتكزات هذه السياسة العمومية الترابية الجديدة، وعلى أن أنهي ببعض الملاحظات فيما يخص إذا صح التعبير بعض المعيقات أو بعض الإجراءات التي تحد من الوتيرة السريعة لهذه السياسة العمومية. إذا على بركة الله سننطلق إلى في هذا اللقاء العلمي بإعطاء الكلمة إلى الأستاذ سيد نور الدين الحداد. لكم الكلمة. سعيد بتواجدي في هذه المدينة وهذه المدينة الغراء لأول مرة التي أتشرف بزيارتها، رغم أنها في قلبي ووجداني كحافلة تاريخية. مدينة بني ملال المقاومة، مدينة بني ملال الجهاد، مدينة بني ملال الارتباط الوجداني والديني والسياسي والثقافي والحضاري بالدولة المغربية. وسعيد أشارك معكم في هذا الحفل البهيج لكي نقوم بإعطاء صورة جد مقتضبة عن ما قام به الآباء والأجداد بمعية سلاطيننا منذ تأسيس الدولة المغربية، إن لم نقل الأمة المغربية والإمبراطورية المغربية. اسمحوا لي أولا، ربما سأخرج عن القاعدة لكي ألمس وأتلمس الجانب الروحي
عند الأحباب والأحبة الكرام لأتناول الحديث معكم بالدارجة ليكون الوصال والاتصال أكثر عمقا. لنبدأ بسم الله ونقول: واش الصح عندنا 12 قرن أو 14 قرن من الوجود؟ هذا السؤال يتردد دائما عند خصوم الوحدة الترابية، لأن باش تجري التاريخ صعيب، وباش تأسس التاريخ صعيب، وباش تكون فاعل في التاريخ أصعب. وتلك آثارهم تدل على أقدامهم. واش الصح عندنا أمة وعندنا إمبراطورية؟ هذا الشيء اللي ما تيحملوش أعداء الصحراء المغربية. واش الصح عندنا الحقوق ديالنا وعندنا الارتباط بالمؤسسة الملكية كما تقولوا على قواعدها منذ عدة قرون؟ فعلا على أن الدولة المغربية شاهد من الأجانب، من الاستعماريين، من الناس اللي ما كيربطهم بين حتى شي حاجة إلا مصلحتهم الاستعمارية. وغادي نرجعوا بعجالة ما خلده الجنرال اليوطي عندما كان حاكما في الجزائر وأصبح حاكما في المغرب. عاش جوج، شاف ما غنموش الدولة الجزائرية، ولكن غادي نشوف الإيالة الجزائرية أو الإيالة العثمانية، وغادي يهضر عن المغرب. قال في طونطروا في الكتاب ديالو الميموار دو ليوطي: عندما دخلنا إلى الجزائر لم نجد إلا التراب، وعندما دخلنا إلى المغرب وجدنا أمة ما قالش دولة إسلامية متشبثة بدينها وهويتها، تزأر مثل الأسد عندما تمس في كرامتها وفي حريتها، واللي جديد مرتبطة بملوكها وسلاطينها. متى بدأت هذه الدولة؟ ولا ما تعرفوش عندنا 12 قرن فعلا زائد 350 عام ديال الدولة الأمازيغية. الناس ما كيعرفوش ما قام به الأمازيغ ضد الفينيقيين، ضد القرطاجيين، ضد البلدان، بل حتى ضد الرومان. ما كنقراش للأسف لا في الجامعات في المدارس ديالنا، ما عرفتش علاش. الدولة الإدريسية بداو بها. واش عمرنا سولنا السؤال علاش ولي إدريس الأول؟ شوفوا شحال من دولة داز منها، الباركور ديالو، علاش اختار المغرب؟ داز الجزيرة العربية، الهلال الخصيب، هربان من العباسيين، مشى لمصر، داز لطرابلس، داز القيروان، داز التلمسان، وما استقر حتى في شي دولة إلا في المغرب. ملي كنقولوا حنا أحبابنا دولة الأولياء والصلحاء والشرفاء والغرماء والمرابطين والمجاهدين والمقاومين، خصنا نقولوها وحنا هازين راسنا للسماء، نقولوها بالفورة شي فور. حنا ما تيهمناش الأعداء ديالنا، حنا كنهضروا على الوقائع التاريخية. والقوة الضاربة عن قبيلة ديال الأوراق الأمازيغية زوجته بنت، عطاتو البنت ديالها وتكونت تلك اللحمة. ما يخرجش علينا شي واحد العنصر العربي ولا الأمازيغي، حنا أمة للمسؤولين بإمارة المؤمنين. وقتاش بات عندنا إمارة المؤمنين في المغرب؟ هذولا تقاتلوا عليها، ما عمرنا سولنا نفسنا. شوفوا السلطان العثماني العالم كامل من آسيا، أوروبا الشرقية، ومن الجزيرة العربية حتى الجزائر، علاش ما دخلش المغرب؟ علاش ما قدروش العثمانيين بهذه القوة في البحر وفي البر ما دخلوش المغرب؟ هبط السلطان العثماني في الحجاج ديالو للكعبة، طاف قال له عطيو السلام ديال الكعبة. علاش؟ قال له أنا خليفة ديال المسلمين، أنا هو الأمير. قالوا لي لا، إمارة المؤمنين كاينة في مراكش ماشي عند العثمانيين، أنت خليفة المسلمين، أما إمارة المؤمنين كاينة عند الشرطاء في المغرب. هادشي ما تيتقراش في بلادنا. ملي تنرجع المرابطين وحماو الإسلام
اللي ما قدروش يحميو الامويين ولا البقايا حتى ديال الدول الاخرى اللي تعرفات في الشرق 400 عام. والمغرب حامي الاسلام بالاندلس. ما نهضروش على معركه زلاقه ولا ملوك الطوائف. ما قام به المغرب في بناء عمراني بالاندلس باقي الاثار ديالو الى يومنا هذا قائمه. الى رجعنا الامبراطوريه المغربيه والعمق ديالها في افريقيا راح غادي نشوفوا مع مملكه غانا ومع مملكه مالي مع المرابطين ومع الموحدين. كنا ذاك الباركور من الصحراء الشرقيه من كوم بشار من عين صفراء من عين صالح من تيدكت من كورارا من تيدكت من تيدوف حتى القاو وتجيني وتيبوتو. مشينا مع الموحدين واش كنعرفوا الخريطه ديال المغرب في عهد الاسره الوحيديه في كتاب هذا اللي قال يطيق الامه والامبراطوريه. وغير مؤخرا كنظن في نوفمبر اللي فات ولا اكتوبر اللي فات الزياره ديال ماكرون باش بدا بلومبير شريفيان. بدا بالدوله والامه المغربيه وقال على ان المغرب يعتبر من الامبراطوريات القديمه التقليديه ماشي القديمه مفهوم على انها فونتيكيتي لا العريقه الضاربه الجذور ديالها في عمق التاريخ. الموحدين الخريطه ديالنا من مصر للسودان المغربي الى لشبونه وطلينا على افينيون الفرنسيه وباقي الاثار ديالها هادشي ما تيتخرجش من بلدنا للاسف. حنا ولادنا تيعرفوا على الثوره الفرنسيه ولا الثوره ديال المانيا ولا بيسمارك ولا هتلر ولا شي حاجه، ولكن اين هي الحدود ديالنا حنا الجغرافيه اللي كانت عندنا في الامبراطوريه المغربيه اللي تقسمات وضربات بالمقص؟ واش عقلنا حنا وقفنا امام ولادنا في المدرسه ولا في التلفازه ولا في الاعلام وقلنا لهم اجي نشوفوا خريطه المغرب شحال من ضربه فيها بالمقص الفرنسي؟ ما عمرش واحد انا شغل في التلفازه على هذا الشيء. 13 ضربه بالمقص باش يقسمونا ويهرسوا الامبراطوريه. استطاعوا يقتطعوا ولكن اش ما داوش؟ ما قدروش يدخلوا الولاء والوفاء ما بين المغاربه والملوك ديالهم. انا تنقول في التلفازه واحد الكلام ربما تيبان الانسان على ان فيه واحد النوع من اكثر وطنيه، لا اللي ما عرفش القيمه ديال المغرب وما عرفش قيمه السلاطين ديال المغرب اللي حكموا. انا تنقولها وسمحوا لي يحط لاكار ويقلب على شي دوله اخرى ما غادي يبقاش العبق ديال التاريخ وما غادي يبقاش الدوله المغربيه بملوكها وسلاطينها ما قامت به من جليل الاعمال. مشينا مع الدوله السعديه اللي كان كيتضرب بها المثال احمد منصور الذهبي مع اليزابيث الاولى. احمد منصور الذهبي وصده للعثمانيين والدفاع عن الصحراء الشرقيه 1578 وبقات الدوله المغربيه قائمه الذات الولاء والوفاء من هذا هو اللي خطير من مدينه تيمبوكتو التي كانت فيها الثروات الجمهور باسم سلطان المغرب الزكاة والأعشار المسالك التجارية والقوافل التجارية تؤدي. ولو وقفنا وقفة تأمل مع الشرفاء الدوحة النبوية أبناء الرسول وحفظة الرسول العلويين ولادنا ما تعرفوا والو. وأنا تنقولها محمد الأول اللي حكم المغرب وجال في المغرب ودافع عن الصحراء الشرقية ودخل حتى التمثال ودخل عين ماضي في عام 1648 وفي عام 1653 سطر الحدود ها المغرب مع العثمانيين ما تقيسوش واتفقنا وعندنا حتى السنغال. وبقات المسألة في
امن وامان. السلطان مولاي رشيد هو الاخر استطاع يجمع الشمل ديال المغاربه، ولو فتح السلطان الاعظم مولاي اسماعيل يكفينا فخرا ملي يجي شاهد من اهله ماكرون نهضر على مولاي اسماعيل والسفاره ديال ابن عائشه اللي عنده 2014 وما ادراك ما 2014 الملك ديال فرنسا، وعطى التعليمات. وراه ماكرون راه كان شي شويه ذكي ملي يهضر على السفاره، ولكن ما قدرش يشرح لا بالغابه لا الفرنسيين اش وقع في باريس في عام 1699 باش نعرفوا قيمه بلادنا. مولاي اسماعيل قال للسفير ديالو الا ما هبطش الملك ديالهم العرش ديالو تخدم عندك وقف، اذا ما كناش اقوياء. وهذا الشيء ماشي كنهضروا بهذا غير بالقلب، هذا الشيء هو واقع مكتوب. للاسف هذا الشيء ما كيتخرجش، ما كيشربش في التلفازه، ما عندناش برامج على هذه المسائل. ملي كنهضروا على السلطان الاعظم سيدي محمد بن عبد الله محمد الثالث، المغاربه تعرفوا على انه هو الوحيد واول دوله اعترفت باستقلال امريكا، متفقين، ولكن اجرت السلطان. راه ماشي غير هذا، المؤسسه ديال القضاء والمؤسسات ديال الاسره والتنظيم الري ديالنا باش يبدا يدوز كل واحد يستافد منه، والعمال والولاد السيركوي ديال 4 سنين كما كان دار جدو مولاي اسماعيل. وملي اعترف هو بميريكان هو كيعلن الحرب على ميريكان في عام 1783. علاش؟ دفاعا عن الجزائر، دفاعا عن اسرى الجزائر، واعترض السفن الحربيه في فيلادلفيا بنزيبيا في طنجه وفي المضيق ما تدوزوش تقلبوا وهران وتلمسان وتونس وطرابلس. سولوا الطريق هذا الكتاب ديال جورج واشنطن. هذا السلطان اللي تيعاد السلطان ديال العثمانيين تيقول كيفاش انت كتفتح مع راسك القصور ولا تسمع امينا اسرى المسلمين الجزائريين، تيخرج المال الخاص 2400 اسير. هادشي مكتوب عند الفرنسيين عند الامريكيين. علاش ما نقراوش ولادنا؟ علاش ما كنشرحوش ولادنا؟ ملي كنشوف هذا السلطان القبائل ديال البورنو، امراء بورنو شمال مملكه نيجيريا جاوا الدولي البيعه في عام 1785. وملي كان جدو مولاي اسماعيل والمراه الصالحه خناتها بنت بكار العالمه السياسيه الدبلوماسيه، واش كتعرفوا على ان جميع سعودي، هذا ماشي حتى انا مغربي، جميع دول العالم اللي كتدوز من ضيق جبل طارق تيخلصوا من الضريبه كلهم. امريكا كتعطي مولاي محمد الثالث 25,000 دولار سنويا ويحميها الجانب الجيوستراتيجي للمغرب. قليل عندنا، رحنا جدودنا طلعوا على ستوكهولم وطلعوا على كندا ومشينا حصلنا لزيكالاري وفرضنا الوجود ديالنا في الممر ديال البحر الابيض المتوسط. ما دوز حتى سفينه، راه كنا اقوياء. راه كانت عندنا 250 قطعه بحريه مع محمد الثالث، وهذا دليل على اننا كنا واقفين شوكه في حرب لا الصهيون لا البرتغيز لا الفرنسيين لا الايطاليين لا البريطانيين، وكان عندنا علاقه مع البحر. غادي نجيب السلطان مولاي سليمان اللي عاصر نابليون بونابرت والعظمه ديال نابليون بونابرت، قال لي عمي باش غادي نصب خويا جوزيف بونابرت ملك على اسبانيا. قال لي لا يستحيل باش نعترف. علاش؟ قال لي غنعطيك 6 مليار. قال لي لا ما عندي ما ندير بها، غادي نجيبها من جهه، ولكن العلويين ما كيفولوش العهد، حنا ملوك وعطينا العهد. كارلوس الخامس عشر لا ما غاديش انت خوك ماشي ملك وانت ماشي ملك. حنا عندنا في النظام الملكي وعندنا العهده الملكيه نحافظوا عليها، واحتضنا المقاومه الاسبانيه واحد 5 سنين عايشين بالخير ديالنا رغم انهم محتلين 86. وملي عرفوا الشوكه ديالنا قويه
تحالفات بريطانيا ودخلات وخدات مدينه وقطعت الطريق على الفرنسيين باش ما ياخذوش اسبانيا. جينا مع السلطان مولاي سليمان 50 عام فرق المعاهده مع الامريكان، مع مولاي عبد الرحمن 50 عام، وعندنا التاريخ. حنا راه عندنا علاقه قديمه مع العالم. محمد الثالث مع كاترينا دي روسيا، محمد الثالث مع أودولف دي السويد، ومع كارلوس، ومع جورج واشنطن. جينا السلطان مولاي عبد الرحمن من ماله الخاص، وهاد ترجعوا قراو الله يخليكم راه ولادنا ما تيقراوش التاريخ ديالنا، والجزائر باغا تعطيهم المضايق باش تكتب تاريخ جديد وتصور ودير لي هاد فيه. هاي كتسمي السلطان مولاي عبد العزيز السلطان اللي دعا المغرب على ود بيكالا، او السلطان المهبول، ولا السلطان اللي خسر الفلوس ديال الدوله وما كيهضروش كيفاش تبرمد المؤسسه العسكريه والمؤسسه الامنيه الجاسوسيه ديالهم في تيجيكشا، في اكجوج، في كلاته، في الحوض، فين هادشي؟ في عمق موريتانيا الحاليه 1906. لقينا الفرنسيين حتى وقف الشوك، ماشي الشعب، الشوك في الجسم ديالهم، واحتلوا لنا وجده واحتلوا لنا الشوارع 1907. مولاي عبد الرحمن 12000 مدخل ذهبي للجزائريين باش يعاونهم، ودخل البيعه في تلمسان، ودخل مع الفرنسيين في حرب، وتفرضات عليه الحرب ديال بيسلي ومعاهده الامريكيه، وبقى شوكه في الحرب. واش كتعرفوا لا عبد الرحمن ما بغاش يوقع على الاتفاقيه ديال الامريكيه؟ قال لهم لا، اروي غنجاوي النائب ديالي، شكون اللي كيوقع؟ انا ما نوقعش على الحدود. وبداو الفرنسيين تيديروا السمو وكيدفعوا الجزائريين باش يخلقوا لنا مشاكل في الحداده، باش تلقى فرنسا السكه وتدخل تحيد لنا عين صفراء وتحيد لنا نور بشار وعين صالح. اش كيعرفوا ولادنا على قناصه، على الدومينيع ولا الجرير ولا سيد الشيخ؟ اش كيعرفوا على اخر قاضي؟ تسمعوا اخر قاضي كان كيحكم باسم جلاله سلطان المغرب 1958 في تندوف، مولاي الهاشم العلوي، التنبه المغربي والسفاره باسم سلطان المغرب. سولوا التاريخ على المجرم الفرنسي زافيو كوكولاني، اجداء مع الدوعيش فقط موريتانيا باش يمنعهم ما يصدرش باسم سلطان المغرب. عباد الله خصنا نفتخروا بالتاريخ المغربي، راه للاسف راه باقي التاريخ عندنا غني كبير وهاملينو شي شويه. ملي كنمشي وتنشوف 4000 جزائري كتدخل واكله شاربه مكسيه خدامه ولا ما خداماش وكتخلص بالقفه المغربيه العالميين، وكيكونوا هما الخير، هذا التاريخ اللي تيهضر حنا غادي نعايروهمش. فذكر على الذكرى تاع المؤمنين، ولكن ما تطاوش على التاريخ ديالي، ما تطاوش على الوحده الوطنيه والوحده الترابيه ديالي. حيت عندي ارض صلبه. الى جينا السلطان الاعظم مولاي الحسن الاول، اش دار؟ تخيلوا معايا 21 عام هو سلطان، شحال درت في مراكش في نظركم؟ 3 شهور و 17 يوم فقط. كيف كيدير سيدنا الله ينصرو العرش ديالو معاه فيه السياره والطائره، كما كان جدو مولاي الحسن الاول وكان عرشه فوق صهوة جوادي. 21 عام هو سلطان، انا غنخدم بالزربه 21 عام هو سلطان، 3 شهور ليبيس. مولاي عبد العزيز كيكون جات موريتانيا، نقص بزاف محمد الخامس عيد عرش وخا جده 1933. عندما الزياره ديال محمد الخامس الفاس منعوه الفرنسيين، قطعوا لي الجلابه وقالوا لي راه المغاربه تقطعوا الجلابه وغتقتلوك. يا سلام، المغاربه انا تنحكم على المغاربه كاملين، يستحيل واش المغاربه يقبلوا شي نظام غير النظام الملكي في المغرب، واش نتفقوا عليها لان فيها النخوه وفيها الرحمه وفيها السلم وفيها السلام وفيها شحال يدفع السلم؟ شفنا الدول اللي كتغني بالبترول العربي فين هي؟ تدعي
شفنا سيدنا اش دار في كورونا، شفنا سيدنا اش دار في الزلزال، اش دار في الفيضانات. واش ما كتحسوا شي داخل عليكم بوجه الله؟ حنا كلنا دابا حنا مغاربه، ما كتحسوا شي بالنخوه ديال محمد السادس في العالم؟ ما هشي الراس ديال المغاربه بزاف، ما ركعش العديد من الدول. عطيوني شي زعيم في العرب اللي يقدر يقول لهم ما تهضروش معايا، جبدوا المنبر وشوفوا معايا، الا كانت في المنبر مغربيه الصحراء اجي نهضر معاك، ما كانش سير بحالك. ما جاتش فرنسا، ما جاتش اسبانيا، ما جاتش بلجيكا، ما جاتش بريطانيا، ما جاتش امريكا، ما جاتش طاليان، السويد، الدنمارك، وشوف شحال ديال محمد الخامس عطى من ماله الخاص للثوره الجزائريه، كان كيخبي فلوس على البكاي، عاونوا خوتكم وقال لهم القضيه ديال الحدود غنحلها. 1953 ملي توفى محمد الخامس اش وقع في الصحراء؟ العيون باقا تحت فرامبو. اش وقع في العربوب؟ اش وقع في المعارك ديال الولايات ديال بوجدور ديال التفاريتي ديال السوق ديال كيشلان ديال البردوس ديال الاوساد ديال طنطان ديال لا يحاول اش وقع؟ الصحراء تحت الحمايه والاستعمار الاسباني. ثمره متجوجه عامين ممنوع حتى شي قضيه ما دارش يعرف. هذو التقارير الاستعماريه الاستخباراتيه الفرنسيه والاسبانيه والامريكيه والروسيه كاملين ثمره متجوجه. عامين هو لابسين من الحفظ الدراعه بلون كحل، عامين تيقصروا الصلاه، عامين ما ذبحوش الحوض ديال العيد الكبير، عامين ما عطاوش الضريبه للصهيون حزنا على المالكين. ملي جينا في 56 في مشروع السعيد 450 صحراوي، ما كاين لا انفصال لا جمهوريه في الوهب لا بوليساريو لا حقاق لا تخطيط ديال الجزائر. الصحراوه 450 ديال محمد الخامس لن يهدأ لنا حتى ينعموا ابناء صحراءنا بما ينعم به اخوانهم في شمال مملكتنا السعيده. رجعنا لخطاب طنجة جارفين، رجعنا الى 58 زاكولا محمد غزلان 1100 زعيم قبيله من كل المغرب ومن الصحراء كلهم جاوا. مشينا مع الحسن الثاني الله يرحمه يكفينا فخرا بلي العالم كامل شهد بالعبقريه ديال هذا الرجل اجتمع فيه ما تفرق فيه الملوك ورؤساء وحكام العالم. كنقولها بفخر. عطيني شي رئيس ولا شي ملك جاب شي بلاد ديالو ولا قرطه صبره اذا الحسن الثاني. اليس هذا رسول من الله؟ كيفاش انا قلت تخيل غادي نعيش كان في شي سلطان ولا في شي ملك اخر من غير العلويين؟ يستحيل. 400 عام من مولاي الشريف بن علي الى الدوحه الشريفه مع سيدي محمد السادس، يستحيل. ملي غادي نشوف شحال علينا تفرضات علينا في الصحراء، واش لو شي جبل؟ غير جبل بفضل الله والعنايه الربانيه والقياده الراشده وزائد عيون الله التي تحرص على سيدنا هذه البلاد من الجيش الملكي ومن الدرك الملكي ومن الامن الوطني ومن القوات المساعده والوقايه المدنيه اللي ما الله واللي باقي الله يحفظ هذا البلاد ويحفظ سيدنا. الا جيت تحبس وما نهضرش على سيدنا غنكون قصرت كمؤرخ. انا عشت في الصحراء كنت كنمشي حتى كنجيب الباريس كنهبط للسماره والعيون في 83 84 85 اقسم بالله ما كنتش كنلقى الماء. المدرسه كتبدا، الضو ما كاينش، التلفازه ما كايناش، الراديو ما كاينش، تنهبط والحرب مفروضه علينا. دابا ملي تنهبط مع ولادي تنتخلع ما تم تحقيقه في العهد المحمدي. صعيب شي واحد يقول غادي نكتب عليه ولا غادي نديرو. علاش؟ لان المبادره ديال سيدنا خلات بصمه كبيره في المغرب. المغرب كله تبدل. حنا ما كنقولوش غير الصحراء. شوفوا معايا الدوله المغربيه والامه المغربيه وما قام به محمد السادس من جميع الاعمال. باش غادي نختم الكلام بالدعاء له بالصحه والعافيه وبطول العمر
ويبقى دائما واحد المظله. انا تنقولها وشدوا لي شويه، انا تنقول العلويين الاكسجين ديال الرئه ديال الجسم المغربي. وشكرا. جاءت في تطور الدولة المغربية عبر كما تكلم عن ذلك عبر مجموعة من المراحل التاريخية التي رسمت تاريخ المملكة المغربية. مرة أخرى نشكر ونجدد الشكر للأستاذ الجليل. سأعطي الكلمة الآن إلى صديقي وزميلي السي منار السليمي ليتكلم عن المبادرة الأطلسية الإفريقية في بعدها السياسي وكذلك الاقتصادي. ومرة أخرى نجدد له الشكر رغم تحملنا مشقة السفر من مدينة الرباط إلى مدينة، ولكن نحن سعداء بطبيعة الحال بتواجدنا في هذه القاعة البهيجة أمام هذا الحضور الكريم. وسنحاول إن شاء الله أن نختم أعمال هذه الندوة إن شاء الله حسب الترتيبات للجنة المنظمة إن شاء الله في 12 بعد، على أن نخرج بمجموعة من الخلاصات الغنية، وكذلك يمكن أن نتداولها فيما بعد سواء عن نشر المقالات ديالنا أو سواء عن مستوى إذا صح التعبير النقاش، ولكن لا أعتقد أن الوقت لا يسمح بذلك. سأعطي الكلمة إلى صديقي وزميلي السي منار السليمي. الكريم المغربية كاين دور كبير يلعبه حق الإمارات المؤمنين في هذا الامتداد. كاين جانب آخر إذا خدينا المحيط الأطلسي وبدينا منه وصلنا إلى غرب أفريقيا ومشينا إلى الساحل كما مسألة ظاهرة الأولياء الصالحين والأضرحة. هناك الكثير من الأولياء الموجودين على المحيط الأطلسي الذين لهم امتداد من المغرب نحو غرب أفريقيا ولهم امتداد نحو منطقة الساحل، لأن كاين البعض ما كيعرفش مثلا القيمة ديال هاد الأولياء الصالحين. هناك دراسة واحدة فقط اللي قام بها أحد الإسبان في المغرب بأنه من 40 كيلومتر ما بين 40 كيلومتر كاين ولي صالح مغربي، وهاد الأولياء عندهم واحد الدور كبير في التاريخ. مثلا أنا نعطي مثال على مستوى المحيط الأطلسي كاين مثلا مولاي مشعل جيت نزمون مولاي مشعل مثلا، وكاين لاله عيش البحريه. هذا غير المثال اللي كاين بيناتهم. لاله عيش البحريه كانت في العراق وكتبت رسائل الى مولاي مشعل السريه وجاءت من العراق نحو المحيط الاطلسي، ولكن وصلت لقات مولاي مشعل توفي. هذه فقط غير اشاره الدور ديال الاولياء اللي ما كنلقاوش مثلا حاضر عندنا، ولكن حاضر عند الافارقه. لما تتحدث مع الافارقه يتحدث معك على الاولياء ويتحدث معك على اضرحه وعلى امتدادات. وهذه المساله ايضا موجوده حتى في الجزائر. في الجزائر مثلا كاين كثير من الاولياء اللي هما مدفونين ولكن هم مغاربه من اصول مغاربه. هذا جانب اللي هو انثروبولوجي. كاين جانب ثالث او جانب اخر في هذه المبادره وهو الاقتصاد السياسي الدولي. داخل هذه المبادره ستحتضن المبادره الاخرى وهي انبوب الغاز نيجيريا نحو المغرب، وايضا مبادره اخرى داخلها وهي تكامل التعقيد الذي يحدث بين موريتانيا والسنغال، ثم مساله اخرى بين المغرب وموريتانيا على مستوى خطوط الكهرباء التي تقول الكثير من المعلومات انه يصل الى مالي الان. اذا هذه كلها عمليه بناء التي هي مرتبطه بالمبادره الاطلسيه الافريقيه الملكيه ووجود دول الساحل. ينظر المبادره في اطار ملف الصحراء المغربيه. نحاول نردها مثلا بمساله الصراع. تعرفون جيدا بان الصراع مع الجزائر عنده سبب رئيسي وهو الصحراء الشرقيه. اذا رجعنا للوثائق ورجعنا للاتفاقيات السبب هو الصحراء الشرقيه، والسبب بعد ذلك هو الصحراء الشرقيه والمحيط الاطلسي. يبدو بان المحيط الاطلسي الذي كان هو السبب ديال النزاع هو الذي سيحسم هذا النزاع. تتذكرون الخطابات الملكيه اليد الممدوده الى الجزائر تقريبا مرات متعدده. الجزائر لم تفهم الرساله، فكان هناك بعد ذلك الاعلان عن المبادره الاطلسيه الافريقيه ووجود دول الساحل. الان هذه المبادره تعزي الجزائر لان كاين دول اخرى تستعد للدخول الى المبادره، منها مثلا ليبيا.
كنعرفوا بلي كاين شك اللي عنده علاقات جيده مع المغرب يريد الدخول الى هذه المبادره. وهنا هذا النوع من الضغط والمبادره الاطلسيه الان تصل الى النقاشات داخل الامم المتحده. كرجع القضيه ديال الجزائر هنا السبب ديال الصراع هو الصحراء الشرقيه، وهي خلقت مشكله في الاقاليم الجنوبيه بسبب هروبها من قضيه الصحراء الشرقيه. والى حد اليوم في الدستور المغربي نتحدث عن الحدود الحقه، الحدود ديالنا الحقه، ليس هناك حدود مرسومه. ثم هناك مشكل غار جبيلات الذي هو بمقتضى الاتفاقيه مهما وقعت مهما كان شكل العلاقات الاتفاقيه لا تموت. والى حد اليوم لم تستطع الجزائر استغلال هذه غار جبيلات. الان بالمبادره الاطلسيه تزداد الضغوط على الجزائر، اذا كتبقى امام خيارات. كاين خيار وهو انها تجي كتفاوض على قضيه تتفاوض على مساله ديال غار جبيلات لانه كاين شركه مختلطه، ثم انه تناقش قضيه الصحراء الشرقيه. وهذه بالمناسبه تتحرك الان. لماذا؟ لان هناك اراضي مغربيه ذاتها الجزائر، وهناك مغاربه مثلا في الشهر تيدوب الى حد اليوم ما خداوش الجنسيه الجزائريه الى حد اليوم. هذه معلومات موثقه، واش يعطيوهم الى حد مغاربه ويقولون نحن مغاربه. بل اكثر من ذلك مازال كاين قصر، هذه كيعرفوا اصحاب التاريخ، قصر السلطان محمد الخامس موجود في الشارع الى حد اليوم، دون ان ننسى الرسائل المتبادله والوثائق كلها موجوده عند فرنسا، وفرنسا لا تخرج عنها الا واحد الشكل مره كتخرج شي وثيقه. اذا هذا كيخلي هذا العاده كيبين لنا بانه منذ البدايه كاين رؤيه استراتيجيه عن جلاله الملك منذ اللحظه الاولى. وصلت بنا الان الى المبادره الاطلسيه وحنا في مرحله الحسم، وتزداد الضغوط على الجزائر، وتكون الجزائر الان امام ثلاثه ديال السيناريوهات. كاين سيناريو يمكن نقولوا انه طائش، ولكن حنا في العلاقات الدوليه ديما كنستحضروا. مؤخرا جمعت واحد الاتحاد كنسميوه الاتحاد الانفصالي، وهذا عباره عن الضعف، بمعنى انها ما بقاش تكتفي بالبوليزاريو، قلبت على مكتب طائش، وهذا معناه انها تضعف. ولكن هذا النظام العسكري طائش قد يدخل في اتجاه يقيم واحد الصدام، وتكون هي النهايه ديال الجزائر. كاين سيناريو اخر وهو ان تتفكك الجزائر، وهذا صعب علينا من واحد الناحيه. لماذا؟ لان كل الجزائريين غادي يتكلموا نحو المغرب، هذا سيناريو صعب. السيناريو الثالث هو تكون عمليه جراحيه داخل الجزائر، وانذاك غتدخل الى اطار المبادره الاطلسيه، غتجي تفاوض على هذه العناصر، وغتطلب طلب واحد وهو غتقول لك ودي انا ندخل المبادره الاطلسيه وغادي تسمحوا لي انا ما نديش رسوم ونحاول نوصل المنتوجات ديالها مثلا غار جبيلات الى المحيط الاطلسي. هذا هو الخيار. راه كتغير الخريطه بسرعه، ولكن علينا الانتباه كباحثين ان نعود الى الخطابات الملكيه في كل نقطه غنيه جدا، وكنخرجوا منها واحد المساله اللي فريده من نوعها كيعرفوها الناس اللي كيشتغلوا في المجال ديال الهندسه وفي المجال ديال الاستراتيجيات، وهو مساله كادرولوجي. كل نقطه ذات ملي بدا الميناء المتوسطي حتى البناء الاطلسي اللي هو قادم، حتى الاعلان على مرحله الحسم. الاعلان ديال مرحله الحسم مثلا غيبين الارتباك اللي واقع في الجزائر اليوم. ثم هذه المبادره كتزيد واحد المساله اخرى، كتعطينا وضع اخر في العلاقات الدوليه ليصبح المشروع الى مشروع مارشال في اوروبا ومشروع جلاله الملك محمد السادس في افريقيا، وهو المبادره الاطلسيه. شكرا لكم. المداخله الثانيه والقيمه في مضامينها. ان شاء الله كما قلت سابقا سنحاول ان ننشر هذه الاعمال ان شاء الله في وثيقه وتحت الرعايه ان شاء الله ديال السيد الوالي. المداخله الثالثه ساقوم بها كما قلت سابقا، وفي البدايه ساقدم نفسي او شخصي. الاستاذ احمد معشق من مواليد هذه المدينه الجميله والخلابه والغنيه بتراثها
اللامادي وكذلك بكفاءاتها العلمية والثقافية. كذلك كنت كأستاذ بكلية الحقوق بالرباط، وكذلك عضو باللجنة الاستشارية للجهوية، ومؤخرا كنت المندوب للبرنامج العلمي للمناظرة الثانية للجهوية المتقدمة. كما سبق لي بطبيعة الحال أن تقدمت بعض المهام بالنسبة للمناظرة الأولى للجهوية المتقدمة التي انعقدت بمدينة أكادير سنة 2019. كما قلت مداخلتي ستتمحور حول الجهوية المتقدمة، ولكن تنبه على أنني لا يمكن لي أن نختزل مجموعة من الوثائق والمعلومات والمعطيات في 20 دقيقة، لأن موضوع شاسع وعريض، وبطبيعة الحال الممارسين يشعرون بذلك نظرا بطبيعة الحال لكثرة المعطيات، منها ما هو دستوري، ما هو قانوني، وما هو تنظيمي، إضافة إلى الخطب الملكية الثانية التي نشأت بمرحلة جديدة، وأقولها لورش جديد مهيكل للسياسة العامة للدولة. في 20 دقيقة ماذا يمكن أن نقول؟ يمكن أن نقول بأن انطلاقة الجهوية المتقدمة بدأت سنة 2008 عندما قال صاحب الجلالة يجب أن نطلق ورشا مهيكلا لجميع المغاربة وفي مقدمتهم جهة الصحراء المغربية. الخطاب الثاني بطبيعة الحال الذي يعتبر خارطة الطريق بالنسبة للجنة الاستشارية للجهوية 3 يناير 2010. هذا الخطاب اللي هو بطبيعة الحال المؤسس لهذه السياسة العمومية الترابية الجديدة، صاحب الجلالة رسم الأهداف وأعطى مجموعة بطبيعة الحال من التوصيات للجنة، ومن بين هذه التوصيات حتى نفهم المغزى المراد من هذا الورش المهيكل. أولا يقول صاحب الجلالة يجب أن نفكر في إيجاد نموذج مغربي بعيد عن استنساخ النماذج المقارنة. وهنا نقطة توقف لأقول عندما تقدمنا المهام في اللجنة لاحظنا أن هناك بالفعل 3 نماذج فيما يخص الجهوية المتقدمة. هناك النموذج التابع للدولة الفيدرالية، ونحن بعيدين كل الوقت عن هذا المعطى. ثم بطبيعة الحال النموذج ما يسمى ليزيتا ريجيوناليزي، وأشير إلى إسبانيا وإيطاليا. ثم نظام ما يسمى بالدولة الموحدة كما هو الشأن بالنسبة للمغرب. فبطبيعة الحال نحن أمام النموذج الفرنسي، ثم بطبيعة الحال النموذج المغربي، مع بعض الاختلافات على مستوى التصميم القانونية، على مستوى التطبيقات بطبيعة الحال لهذه السياسة. فبطبيعة الحال كنا ملزمون على أن نراعي هذه الفكرة الأولى نموذج مغربي. بالفعل قد سنلاحظ أن بالفعل نحن أمام نموذج مغربي قائم الذات. النقطة الثانية أو التوصية الثانية يجب أن يندرج هذا النموذج في إطار وحدة الدولة والأمة والتراب، إشارة إلى الأقاليم الجنوبية. النقطة الثالثة المهمة وهو هذا النموذج يجب أن يندرج في سياسة متدرجة، ما يسمى بالفرنسية لا بروغريسيفيتي. التدرج كلمة مهمة جدا، ربما في بعض الحالات نتغافلها ولكن مهمة، لأن الجهوية ماشي مشكل ديال سنة أو سنتين إلى غير ذلك. بطبيعة الحال ستلاحظون عشنا التجربة الأولى
ابتداء من صدور القوانين التنظيمية 2015 نعيش المرحلة الثانية من تشييد هذه الهندسة الترابية الجديدة وباقي مشاكل مطروحة. علاش؟ لأن القانون يجب صياغته من حين إلى آخر. هناك بطبيعة الحال نقولها بعض المشاكل السياسية الطفيفة، ولكن بعض الهيكلة كذلك الهيكلة ديال الجهة تتطلب في بعض الحالات سكونابيل ديزاجستمون، وهذا شيء طبيعي لجميع السياسات العمومية. وعندما أقول السياسات العمومية بمعنى نحن مطالبون بتقييمها وتقييم أهدافها وما المراد من هذه السياسة وما هي بطبيعة الحال النتائج المحققة. فالسياسة العمومية دائما مرتبطة بالتقييم، سواء التقييم الكمي أو الكيفي، وهذا من الأدبيات ديال السياسة العمومية. الأستاذ منار السفري له باع طويل في هذا المجال. قلت ها هي المعطيات الثلاث. انطلقنا وصدر ما يسمى بالتقرير العام للجهوية الذي حدد المفاهيم وحدد المرامي وأعطى مجموعة من المؤشرات للسلطات العمومية. من بعد ذلك ستلاحظون أن كل التوصيات المدرجة في التقرير العام تم تكريسها في دستور 2011 باستثناء نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى التقطيع الجهوي بطبيعة الحال ما كاينش في الدستور، لأنه هو من المسائل الملقاة على عاتق السلطة التنظيمية وليس التشريعية بطبيعة الحال. ثم النقطة الثانية التي لم يتكلم عنها الدستور وهو ما يسمى بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لزاريب، اللي هي بطبيعة الحال هي من ابتداء اللجنة. ولماذا تقدمنا بهذه الفكرة؟ حتى يتم فصل التداول عن التنفيذ وضمان شفافية على مستوى العمل ديال الجماعة الترابية وبالأحرى الجهة، لأن الجهة لها أبعاد متعددة. هذا الخطاب يتكلم عن الجهوية الموسعة. هناك فرق ما بين المتقدمة والدستور يتكلم عن الجهوية المتقدمة وليس عن الجهوية الموسعة، لأنها مرتبطة بمسار سياسي وهو ما يسمى كما سبق الإشارة إلى ذلك نظام الحكم الذاتي المرتقب أن ينظم في الأقاليم الجنوبية. وكما تعرفون هناك مقترح مغربي للحكم الذاتي تقدم به المغرب سنة 2007. فعندما نطبق نظام الحكم الذاتي بطبيعة الحال السلطات العمومية ملزمة بتعديل دستور المملكة وإضافة هذا النظام كما هو الشكل بالنسبة لبعض الدول في الترسانة الدستورية المغربية. قلت جميع التوصيات باستثناء النقطتين، وستلاحظون أن دستور المملكة 2011 أول دستور الذي كذلك في الفصل 145 يتكلم عن أن لا تركيز إداري، ثم الفصل 146 الذي خصص بطبيعة الحال للسلطة التشريعية بطبيعة الحال لإيجاد القوانين التنظيمية. يمكن أقول لكم الآن أن هناك ما يعادل 1200 مقتضى قانوني وتنظيمي يتعلق باللامركزية والجهوية. نحن أمام واحد الكثرة ديال المغرب واستقراء القوانين من المركز الى الجهه. هذا هو النظر، هذا هو النظام اللي كاين، وهذا هو المشروع اللي كاين، وهذا هو الترافع اللي كاين. وهذا موضوع ديال مجموعه ديال الخطط ديال سيدنا 17 خطاب سامي ديال سيدنا يؤكد فيه على لا تناقض الاداري، الافراج على لا تناقض الاداري. وكاين المناظره الثانيه اللي عرفت رساله ملكيه ساميه اللي عرفت 7 ديال التحديات اللي بينها الافراج كعنوان الاول ديال الرساله الملكيه الافراج على لا تناقض الاداري. وحنا ننظر في الجهه الى جانب الولي جانب
القطاعات الحكوميه الاخرى نلاحظ بانه كاين بطء كبير جدا في الافراج على النظام الوزاري، لان اليوم 4 سنوات ديال التدبير السياسي والتدبير التنموي والاقتصادي في الجهه، نلاحظ بانه اذا ما نقولوش واحد 50% تتمشي لنا غير بين الانتقال الى المركز والى الجهه، الانتقال الى المركز على مواضيع جد بسيطه وصغيره كالتوقيع على مجموعه ديال الدفاتر تاع الولاد، هذا كان بالاحرى انه يتم التاشير الان، وهذه لا بد اننا نقولوا ان خصنا اراده سياسيه كبيره جدا. ربما حنا جد هذا الجهد ملائم، ربما التشكيله الحكوميه التي تمثل ثلاث احزاب سياسيه اللي تمثل الجهات ديال المغرب كامل، هنا اليوم هذه فرصه ذهبيه للافراج على مجموعه ديال الامور باش ندفعوا بالجهه المتقدمه الى ما يناسب اليها صاحب الجلاله وكذلك المواطنين. هو في هذه الولايه استطعنا حقيقه اننا نبوء مؤسسه الجهه كمؤسسه المكانه الاولى، واستطعنا ان نبوءها المكانه لتطليق بها بان الجهه هي المؤسسه اللي في الحقيقه هي تكون قاطره لمجموعه ديال الجماعات المحليه على صعيد التراب وعلى صعيد المجال ديال الجهه، وكذلك قاطره لمجموعه ديال المشاريع، وهذه تكون واحد المؤسسه اللي هي فرج لمجموعه ديال المشاريع التنمويه او مهيكله على صعيد الاقليم. ولكن بالمقابل هذا الشيء استطعنا اننا نوصلوا الصوره للجهه المكانه اللائقه لها، ولكن بالمقابل ضروري اننا نوفر لها جميع الامكانيات القانونيه والماديه واللوجستيكيه باش تكون هذه المؤسسه في ذاك لوبجيكتيف اللي بغينا نوصلوا ليه. اليوم فاش كنقولوا برامج التنميه الجهويه وكنقولوا له سخاط وكنقولوا مجموعه ديال الامور، حنا عندنا لو بي دي ار ديال لا ريجيون باش نديروا هذا 6 سنوات ويتم تحيينه على كل 3 سنوات. اليوم نقدروا نقولوا بان جميع الجهات لي بي دي ار سون 10% و 15% ديال لا رياليزاسيون. لماذا؟ لان تناخذوا بزاف ديال الوقت كما جاء في المرسوم ديال برنامج التنميه الجهويه، ان الجولات في الجهات وكذلك مجموعه ديال الامور وتصنتوا المجتمع المدني، الجهات، فاعلين الاقتصاديين، السياسيين الى ما غير ذلك، وتنوجدوا واحد البي دي ار تيكون واحد لان الطموحات ديال الجهه كبيره وانتظارات ديال المواطنين كثيره جدا، لذلك كنوجدوا واحد البي دي ار اللي يفوق ميزانيه الدوله انها باش نهضروا على البي دي ار على شنو نقدروا نوصلوا واحد نفوتوا ميزانيه الجهات، نفوتوا لي 10 مليار درهم اللي مخصصه للجهات. لذلك حنا اليوم مطالبين جميعا ان نفكروا في اليه جديده ديال البي دي ار. لماذا؟ ان يكون واحد البي دي ار انيوال، يكون واحد البي دي ار نديروه سنوي، نبداو قبل من السنه الماليه ونتفقوا عليه ونشوفوا لو طو ديكزيكسيون ديالو دو رياليزاسيون في الفان ديال لذلك يمكن حنا بهذه الجهه البي دي ار ديال لا ريجيون مازال حنا ما وصلناش لو بي دي ار اللي فيزي من وزاره الداخليه، ولكن عنده كاين مسطره اخرى ديال لي كونطرا بروغرام. دونك ملزمين مره اخرى اننا نديروا واحد الجوله على القطاعات الوزاريه ونشوفوا شكون اللي غادي يوقع معنا، شكون اللي ما غاديش يوقع، شكون اللي مستعد، وحنا في السنتين الاخيرتين من الولايه. لذلك دونك كاين واحد الهدر ديال الزمن اولا السياسي، وكاين الهدر ديال الزمن التنموي. وكذلك اليوم عندنا 12 جهه، 12 جهه لان الاختصاصات الذاتيه لكل جهه راه خصها تختلف على جهات اخرى. راه ما غنجيوش نقولوا الاختصاصات الذاتيه ديال الجهات كاين استثمار كاين ولكن الجهه ديال المدينه تختلف على الدار البيضاء، تختلف على طنجه، تختلف على اكادير، تختلف على جهات اخرى. لذلك نطالب باختصاصات تكون على مخصص اختصاصات لكل جهه حسب التدخل ديالها وحسب المجال ديالها وحسب الجغرافيه ديالها وحسب مجموعه ديال الامور. وكذلك اليوم الحمد لله الجهه كما قلت بوئناها المكانه ديالها. لذلك اليوم نطالب بواحد البرنامج ديال تقريص الفوارق بين الجهات. الحمد لله الجهات اليوم تنشوفوا فيها الوراق ومجموعه الامور، ولكن جهات اخرى نطالب بالبرنامج ما نكتفيوش بتوزيع القيمه المضافه على حسب السكان، ولكن ضروري ندخلوا مؤشرات اخرى على توزيع الموارد الماليه. ما نقولوش لكم بني ملان فيها
2,5 مليون دابيتون عندها طون دو تي في وعندها كازا عندها مثلا 5 مليون عندها. لذلك لا، اليوم نريد واحد مقاربه اخرى باش ندعوا للجهات الى الامل. ولما انا اليوم فاش كنقولوا اليوم خصنا اراده سياسيه للتنزيل الجهوي المتقدمه، نطالب مثلا في القانون الماليه. القانون الماليه يكون واحد الشق في كل قطاع حكومي يكون مخصص للجهات، لان اليوم تنقول مثلا قطاع بعينه خصو يكون واحد القانون الماليه واحد لا روبريك مخصصه للجهات باش حتى الجهه تكون عارفه الميزانيه ديالها اللي غادي تبرمج، تكون عارفه من القطاعات الحكوميه اشنو هي الميزانيات الاخرى اللي غادي يتم برمجها ديالها باش انها يديروا برامج تنمويه مهمه. ونكتفي بهذا القدر. خاطر نشكر السي الشيخ والاساتذه الاجلاء على هذا الموضوع وعلى هذه المناظره القيمه. شكرا. مجموعة من الفكرات، ولكن لا ننسى بأنها سياسة كما قلت متدرجة عبر مراحل متصلة عبر السنين. الإشكال المطروح والآن وأنا أتفق مع السي مصطفى هو إشكال ديال الاختصاصات. الآن الاختصاصات الذاتية تعتبر اختصاصات حصرية ما فيهاش الفرق ما بين جهة وجهة أخرى. في فرنسا تم تجاوز هذا الإشكال وتم وضع نقطتين أساسيتين أو مسألتين أساسيتين، ما يسمى la spécialisation des compétences. والنقطة الثانية المهمة وكانت النقطة رائجة في المناظرة الأولى الجهوية وهو ما يسمى l'expérimentation تجريب الاختصاصات على مستوى الجهات. القانون جاء موحد بالنسبة لجميع الجهات، ما كاينش فرق بطبيعة الحال، وهذا ربما قد شكل عائقا في وجه التنفيذ السريع لهذه السياسة العمومية. أقول أولا الاختصاصات الذاتية حصرية، هذه الاختصاصات المشتركة شبه حصرية. الاختصاصات المنقولة من الدولة وهي مهمة بالنسبة للجهات لأن نقل الاختصاص مرتبط بنقل الموارد المالية. مازال كتجينا نفوق الدليل على ذلك على مبدأ التفريع، مبدأ تسديد الحكم. أنا خدمت معايا واحد على مبدأ تسديد الحكم وطروحة، وكان فيها الموضوع هو الدولة الترابية. هو خلينا مش على الدولة الترابية. الدولة الترابية معناه أن مجالس الجهات والمجالس الجمعية تكون مساعدة للدولة. وصلوا زعما القى بأنه كل واحد عنده فهم ديال تسديد الحكم هو مبدأ. وهنا يمكن نختلف مع السي المبدأ ماشي قاعدة يمكن دوز لابليكاسيون، يمكن مبدأ كنشوفوه هذا المبدأ في القانون بحال المبادئ الكبرى، مبدأ الشرعية، مبدأ المساواة، مبادئ مؤطرة. كاين اللي فهم مثلا مبدأ تسديد الحكم، يعني يقول لك مثلا مجلس في تجربة سابقة بغى يمشي كله، بغى يمشي يدير شي زيارة لكندا، ما بغى يمشي ما عرفش ما هضرش مع السيد الوالي ولا في شي جريمه. شنو فهم ليها؟ ملي سولو قال لي انت تمشي، ولكن مشي تما راك كتشارك في المؤتمر، راه خصنا نكونوا حنا عينين كتقول لي لا كاين بدا تسجل. هذا هو الفهم، انا باش كتفهم كاين دابا خصنا نفهموا هذا المسألة. شكرا واعتذر عندي واحد يلا نوصل للمطار. شكرا جزيلا.